صباح الخير عليكم، نهار جديد ووصفة جديدة كما العادة. اليوم إن شاء الله راح ندير معاكم تحلية اللي راهي دايرة حالة فلون بريستيج. شوفوا نعطيها لكم من الآخر، اللي ما دارهاش راح يراطي من الآخر. راني قلتها لكم بسم الله. هنايا عندي كما شفتوا 4 كيسان تحليب. فوالا عندي فريزة هادي نهديها لكم. كيما قلت لكم 4 كيسان حليب. عندي علبة فلانوارة، 2 مغارف كبار ممسوحين مايزينا، غرفة كبيرة معمرة مليح، سكر عادي، وعندي عطر وملون الفراولة. عندي هذا توبينغ تاع ديكوراسيون. فوالا ندوزو راح نخلط بارد في بارد كلش يعني. نرمي السكر اللي هي مغرفة كبيرة كما قلت لكم. شوفوا البنات، احنا درنا ذواقين وصعيب باش تقنعيهم بتحلية بواش بفلان فراز هذه كامل ما تكزيستيش في حياتنا. ملي زدت هما ياكلوا غير فلان شونكو. صافي هذه سكتهم كامل. علاش؟ الكوت تاعها كيما الايس كريم يعني، ذوق تاعها كيما لا كريم، ذوق فريزه، فهمتوا؟ بزاف هايله على بها قلت لكم. اللي ما درهاش راح يراطي. ودوك نزيد هنايا عطر وملون الفراوله باش يزيد كيفاش يقولوا لا دوز تاع فريزه. فوالا. وحنا نزيد حوالي نص مغرفة صغيرة من هذا العطر. ونحرك ونخليها فوق النار. يعني نطيبها كيما نطيبوا الفلون عادي يعني. تاني جيت نقول لكم يا ربي في هذه الوصفة راح نحتاجو تاني نص مغرفة كبيرة ديال لا مارغرين باش يكون على بالكم. فوالا نخلط. دوك نديرها فوق لا كويزينيير. الخليط ديالي هذا هو. نخليه حتى يغلي باش نحيه. لونه بزاف شباب. نخليكم تشوفوا. الفلان ديالي راه واجد. هنايا دوك نحي منه قسكاس دوك تشوفوا. هذا هو. نحي منه قسقاس ودوك نصفيه. راني غير بالعقل غير باش ما نسيحش. غير بالعقل. الفلان ديالي هذا هو بعد ما صفيته. هو سخون زدتلو حوالي نص مغرفة كبيرة ديال لا مارغرين. للاسف انا هذاك المقطع محيته بالغلطة، يعني انا اللي محيته. انا نستاهل. هنايا راح نفرغوه في الفيغين ديالي. بالنسبة لهاد الكمية راح تخرج لكم حوالي 7 كؤوس. انا درت 6 وراح نزيد نخدم واحد زيادة. فوالا نخليكم تشوفوا نرجع لكم. نمسح لي فيغين ديالي باش نحي هذاك الضباب. وهنايا راح نزيد شويه بسكوي. نكونوا كسرناه غير بيدينا دوك تشوفوا. انا راني هنا ندير غير بيدي، كسرته غير بيدي. ونرشو. علاش هذا البسكوي البسكوي. علاش هذا اوه علاش هذا البسكوي؟ باش كي ناكلو نحسو بالقرمشه، فهمتوا؟ انا كارثه في المونتاج. نزيد الفريزة. وهنا نقولها لكم من الاخر يا البنات، هاد الوصفة بالفريزة ماشي وصفة. علاش الفريزة هي اللي راح تبنن هاد الوصفة، راح تعطيها جو واحد اخر، فهمتوا؟ راني قلتها لكم بعد ما تحصلوش فيا. شوفوا اش الوقت غير 10,000 وراكم درتوا اجمل تحلية. انا قلتها لكم. هنا ندوز ندير قطع تاع الفراولة. هنا ما عجبتنيش دوائر، راح نديرها مكعبات صغيرة خير، باش واحد كي يرفد بالمغرفة تجيها سهلة. نخمم تاني. نخليكم تشوفوا هاد المقاطع ونرجع لكم. اوكي. بعد ما كملت من الفريزة هنايا نجوز ندير لمسة تاع توبينغ ديكوراسيون. فوالا راح يعطيها لمسة ويعطيها منظر بزاف شباب. نكملهم كامل بهذه الطريقة باش ندوزو نخدمو الطبقة الأخيرة. ما تروحوش بعيد، كملوا معايا دوك. دوك نرجع.
نجوزو نخدمو الطبقة الأخيرة. هنا كيما راكم تشوفوا معايا عندي هذاك الفلان اللي خليناه مقبيلات، خليته ساعة في الفريجيدار راهو برد، درت منه حوالي 2 مغارف كبار تاع فلان. هنا راح ندير غير 3 شونتيي ومن بعد راح نكمل 2. معناتها كمية الشونتيي في هاد الوصفة هي 5 مغارف معمرين مليح، يعني 5 مغارف كبار. فوالا. بالنسبة للفلان راح نديروه تدريجيا. حبيت انا نتحكم في لاشونتيي ماشي هي ماشي هي تتحكم فيا، حبيت قوام ما راهو ثقيل ما راهو خفيف. هنا زدت حوالي 2 مغارف كبار تاع فلان. خلاص راهي واجده معايا. معناتها هاد الوصفه 5 مغارف كبار معمرين مليح تاع الشونتيي معها كاس تاع فلان. هذه هي راهي واجده معايا. هذا هو القوام. جات بزاف بنينه تهبل. هنا نجوز نديرها في الكؤوس بهذا الشكل. نتوما خيروا لا فورم اللي تحبوها. فوالا. وصلنا لنهاية الفيديو. هذه هي الوصفة تاع نهار اليوم اللي هي تحلية فلان بريستيج من أروع ما يكون. شوفوا حنا درنا ما ياكلوش فلان فريز مي بصح هذه التحلية هبلوا عليها من كثرة بنينة تهبل. ذوق ولا في الأحلام كما يقولوا. شوفوا ما نزيدش نهضر عليها، كي تجربوها تمحكموا عليها. روحوا عندي في لي كومونتير اكتبوا لي، فهمتوا؟ راني نستنى في لي كومونتير ديالكم بأحر من الجمر كما يقولوا. المهم البنات، بلا عجبتكم هاد الوصفه خلوا لي جيم، ولا جربتوها اكتبوا لي في لي كومونتير. نتلاقاو في فيديو اخر. شويه التفاعل هكا باش نزيد نكمل معاكم. صراحه من داك يحكمني الحزن، مي بصح معليش نكمل معاكم. تهلاو في روحتكم. سلام.